النهارده اشرح اخر درس في الوحده الرابعه، الحمله الفرنسيه على مصر. قبل ما نبدا الحمله الفرنسيه على مصر، تعالى كده بالراحه. بيقول لك ان فكره ان فرنسا انها تحتل مصر بتراود ملوك فرنسا من القرن ال 17، يعني تقريبا من 1600، وانتهت المحاولات دي بالحمله الفرنسيه على مصر سنه 1798، يعني خلال 200 سنه فرنسا بتحاول تحتل مصر. الحمله الفرنسيه عايز احكي لك عنها حاجه كده قبل ما نبدا فيها. فرنسا في الوقت ده كانت قامت حاجه فيها الثوره الفرنسيه، فغيرتها من النظام الملكي للنظام الجمهوري. هو اصلا يعني ايه نظام ملكي؟ يعني ملك بيتحكم في كل حاجه، ملك بيملك كل حاجه في الدوله، بيورث الحكم لاولاده. ففرنسا بقى فيها طبقه من الفقراء كتير جدا. اختصارا للثوره دي، الطبقه دي عملت ثوره وبعد كده راحوا قاتلين الملك وبداوا يغيروا نظام الدوله للنظام الجمهوري. فدول اوروبا كلها نظام ملكي، فلو فرنسا احوالها اتحسنت بالنظام الملكي الجمهوري الجديد ده، دول اوروبا كلها هتخاف يحصل عندها ثورات هي كمان. فدول اوروبا كان من مصلحتها ان الثوره دي تفشل، فبداوا يحاربوا فرنسا، بس فرنسا قدرت تنتصر عليهم كلهم تقريبا باستثناء انجلترا، عشان انجلترا كان عندها اسطول قوي جدا وبيفصل بين فرنسا وانجلترا البحر، فما عرفتش تنتصر عليه. فتعال نبدا الدرس كده ونفهم مع بعض نقطه نقطه ده علاقته بالدرس ايه. قال لي مصر داخليا قبل مجيء الحمله الفرنسيه، احوال مصر ساهمت ان فرنسا تسيطر عليها بسهوله. ليه؟ قال لي مصر ساعتها كانت بتعاني من ضعف الدوله العثمانيه، الدوله اللي بتحكمنا ضعيفه، ده احنا خدنا علي بيك الكبير كان عمل الحركه بسهوله جدا. في صراع مستمر بين المماليك اصلا حكم مصر كان مقسوم بين مراد بيك وابراهيم بيك، بالاضافه لتدهور الانتاج الزراعي والايه؟ والصناعي، والاقتصاد بتاعي واقع، وخدنا الزراعه عليه في الدرس اللي فات واقع والصناعه عليه. طيب اسباب فرنسا، بص، ادعت دي، يعني دي اسباب غير حقيقيه، مش هي دي اللي جت الحمله. فرنسا قالت انها صرفت على الحمله دي وجابتها عشان تحمي الرعايا والتجار الفرنسيين في مصر، تامن مصالحهم التجاريه. بص بقى الحته اللي جايه دي، تحرر المصريين من حكم المماليك. يا حبيبه قلبي، يعني انت صارفه حمله وجايبه جنود وجايبه سفن وجايه تحاربي وناس من عندك هتموت عشان تحرري المصريين من حكم المماليك الظالم، وانت مالك ومالنا اصلا؟ تعمل لنا حكومه وطنيه اللي هي اختنا الكبيره مثلا، زائد تدخل المدنيه الحديثه لمصر. يعني فرنسا بتضحي، عارف، انا بضحي عشان مصلحتك، انا جاي احتلك عشان مصلحتك. فدي اسمها ادعاءات فرنسا، دي اسباب مش حقيقيه، مش هي دي اللي جايه الحمله عشان. فالاسباب الغير حقيقيه تاني، عايزه تحمي الرعايا الفرنسيين، تامن طرق التجاره، تعمل، بص الحته اللي جايه دي، حكومه وطنيه للمصريين تخلصهم من حكم المماليك. اخر حاجه تدخلنا المدنيه الحديثه وتخلينا دوله متقدمه. بدليل بعد كده انها اصلا في الصناعه ما كانتش بتشغل المصريين في الصناعه عشان ما ناخدش منها الاسرار. طب بقى حقيقه بقى، هي جايه ليه؟ عامله الحمله دي عشان اسباب اخرى خالص بقى. اول حاجه، فرنسا جايه تسيطر على طرق التجاره بين الشرق والغرب. خدتوها وعارفين ان التجاره بتعدي من مصر، مصر متحكم في طرق التجاره بين الشرق والغرب، فرنسا هي اللي عايزه تتحكم فيه. اثنين، عايزه تقلل نفوذ بريطانيا عن طريق قطع تجارتها مع مين؟ مع الهند. بريطانيا عندها تجاره كبيره جدا مع احد مستعمراتها اللي هي الهند، فانا لما احتل مصر امنع التجاره دي خالص. ثلاثه، استفيد من موارد مصر وموقعها الاستراتيجي واحولها لمركز لتجاره مين؟ فرنسا. الموقع بتاع مصر مهم جدا، فتبقى ساعتها انا اللي استفيد بيه كفرنسا مش دوله ثانيه. ازود نفوذ فرنسا في البحر المتوسط، يعني قللت نفوذ بريطانيا وهتزود نفوذها هي، وتعوض نفسها عن اي مستعمرات فقدتها في صراعها مع بريطانيا. اي معركه خسرتها انا اعوض نفسي بمستعمرات، باخد مصر والجزائر وليبيا وتونس، اخد شمال افريقيا كله. اعمل امبراطوريه اهي تكون قاعدتها مين؟ مصر. اتحرك في شمال افريقيا براحتي من مصر، ان مصر تعتبر قلب العالم العربي، ممكن اخد بقى سوريا، لبنان، الشام، اخد بعد كده ليبيا، الجزائر، كل ده معايا. طيب الحمله حصلت ازاي؟ بقى ركز معايا. نابليون بدا يعد الحمله بسريه تامه. طب انت ليه يا نابليون ما بتقولش لحد؟ قال لك عشان انجلترا ما تعرفش، ما انا هتحرك من فرنسا اجي مصر في البحر، وانجلترا معاها اسطول قوي جدا، فلو انجلترا عرفت الاسطول بتاعها هيطلع يدمر الاسطول بتاعي، فانا عايز اوصل بالسلامه. فقال لك انا عايز اعمل سريه تامه عشان اتجنب معرفه الاسطول البريطاني. بص الحته اللي جايه دي كمان، ممكن يقول لك الحمله الفرنسيه حمله فريده من نوعها. ليه؟ انت لو نازل تتخانق هتاخد معاك سكينه، تاخد معاك مسدس، تاخد معاك حذاء، بس انك تاخد معاك قلم وكراسه وانت نازل خناقه هيقول عليك عيل عبيط. فنابليون هو بيعمل الحمله بتاعته راح جايب معاه علماء. طب يا نابليون انت جايب معاك علماء ليه؟ قال لك عشان يدرسوا احوال مصر. انا معايا جيش ومعايا مدافع ومعايا كل حاجه، بس انا جايب علماء. جايبهم ليه؟ عشان يدرسوا لي احوال مصر ويعرفوني ازاي استغل مواردها. لان انها حمله حديثه بقى، انا مش جاي احتل وخلاص، انا جاي استفيد من الموارد الموجوده في مصر. طيب الحمله طلعت عندنا من ميناء طولون في فرنسا، وصلت لغايه اسكندريه. بريطانيا عرفت ان في حمله طلعت من فرنسا، بس ما عرفتش الواجهه بتاعتها فين، ما عرفتش الحمله دي رايحه فين. فراحت بريطانيا مطلعه اسطول بقياده واحد اسمه نيلسون يدور عليها، شوف لنا الحمله دي رايحه فين ولو لقيتها دمرها. فنيلسون قاعد بيدور عليها.
طب الحمله دي وصلت لغايه فين؟ وصلت اسكندريه. احنا اتفقنا المماليك بيصارعوا بعض، مراد بيك وابراهيم بيك مشغولين مع بعض، محدش بيدافع عن اسكندريه. مين اللي هيدافع عنها؟ اهالي اسكندريه بقياده واحد اسمه محمد قريم، ده حاكم اسكندريه، ده اللي جمع الاهالي وتعالى ندافع عنها. طبيعي كده، ركز معايا، اهالي ما لهمش في الجيش هيحاربوا الحمله الفرنسيه. نابليون عمل منهم بطاطس محمره، راح كاسبهم في سعي. فمقاومه محمد قريم فشلت، والقوات الفرنسيه سيطرت على اسكندريه، وكمان اعتقلوا محمد قريم وهيقتلوه كمان شويه. وبدا يتحرك من اسكندريه يروح عايز يروح القاهره. فراح داخل معركه شبرخيت. هنا المماليك النايمين بقى فاقوا. القوات الفرنسيه راحت عشان تروح القاهره ونهبوا المدن. التقت الحمله الفرنسيه بقوات المماليك بقياده مين؟ مراد بيك. اخر الدرس اللي فات قلنا حكم مصر مقسم بين مراد بيك وابراهيم بيك بعد ما مات محمد بيك ابو الدهب. فمراد بيك قابلهم عند شبرخيت في البحيره، انتصر عليهم الفرنسيين، فالمماليك تقهقروا جنوبا للدفاع عن القاهره. اي معركه فيها المماليك واي حد، المماليك اتهزموا، فالمماليك اتهزموا وجريوا على الجنوب عشان يدافعوا عن القاهره. راحت قامت معركه امبابه. كمل الفرنسيين عايزين يوصلوا للقاهره، فقابلوا المماليك تاني في امبابه، بس المره دي كان معاهم مراد بيك وابراهيم بيك بقى اتحدوا مع بعض فاتهزموا تاني. مراد بيك بقى ساعتها راح للصعيد، لكن ابراهيم بيك خد الوالي العثماني وراح للشام. ركز، في امبابه مراد بيك نزل الصعيد او راح عند الوادي، لكن ابراهيم بيك خد الوالي العثماني وهرب ناحيه الشمال الشرقي، راح عند الشام. يعني واحد راح في الجنوب وواحد راح في الشمال الشرقي، وتركوا اهل البلاد في مواجهه القوات الايه؟ الفرنسيه. فنابليون سيطر على القاهره، ودي كانت اخر حاجه حلوه للحمله الفرنسيه. خلاص بقى، كل اللي جاي لفرنسا بعد كده سواد. خلاص الحمله الفرنسيه دخلت القاهره، نابليون فرحان، حمله سهله وسيطر على مصر بسهوله، قلنا مصر ضعيفه. لكن تعالى بقى، اول مشكله تقابله مقاومه اهالي الصعيد. لو هو دخل الدلتا بسهوله، بالنسبه لي دخل الدلتا بسهوله، فهو مش عارف يسيطر على بقيه مصر. قال لك فشل في السيطره على الوادي او الصعيد. ليه؟ قال لك بسبب مقاومه اهلها وحروبهم المتفرقه. احنا مش هنقابلك زي المماليك قابلوك ونجمع جيش ونقابلك، لا احنا هنقعد نضرب ونجري. فسميناها حروب ايه؟ متفرقه. الى جانب ان الوادي طويل، ده سبب طبيعي، الدلتا صغيره فنابليون نخلصها بسرعه، انما الوادي بالنسبه لنا طويل، الجيش يجي هنا ويجي يسيب شويه عساكر ويمشي يروحوا ضاربينه هنا، يرجع يروحوا ضاربين اللي سابه هنا. فنابليون قال لك لا، انا لو خليتني مع الوادي فتره طويله، المصريين مستغلين الطبيعه الجغرافيه وان الوادي طويل وهيبهدلوني وهخسر، انا ارجع اقعد في الدلتا احسن. وده انهى القوى الايه؟ الفرنسيين. طيب يا مستر، هو كده مش عارف يسيطر على الصعيد، قلت لي كل اللي جاي سواد. مين اللي طالع يدور عليه بقى له في شويه؟ انجلترا. مش انجلترا بعتت اسطول تاني بقياده نيلسون يدور على الاسطول الفرنسي، فنيلسون معدي في البحر المتوسط لقى السفن كلها في عالم فرنسا واقفه قدام مصر، في معركه اسمها ابو قير البحريه. نيلسون يسكت لها، راح مديها على طول. في معركه ابو قير البحريه نابليون عمال يحاول يعمل اصلاحات ويدمر، راح جاي الاسطول البريطاني بقياده نيلسون راح مدمر الاسطول الفرنسي في خليج ابو قير. لا ده هنا بقى الحته دي عايزك تركز معايا شويه. دي مصر اهي، تمام؟ انا بقى فارق معايا الاسطول الفرنسي كان واقف هنا، راح الاسطول الانجليزي جاي واقف هنا ومدمر ده خالص. الحمله الفرنسيه هنا نزلت الجنود، فالمعركه دي كده ادت ليه؟ لانقطاع اتصال نابليون بفرنسا. الجنود الفرنسيين حسوا ان هم محاصرين في مصر، انت كجندي فرنسي في مصر ساعتها انا هموت واتدفن هنا ومش هرجع بلدي تاني. ده كمان فرنسا استحاله تسيطر على البحر المتوسط. خلاص البحر المتوسط كده خلاص بقى انجلترا اللي سيطرت عليه، انا جاي اقلل نفوذ انجلترا، نفوذ هنا اختفى. الى جانب قطع امدادات الحمله، نابليون مش هيجي له اي امدادات من فرنسا تاني. فساعتها قال لك انا هعتمد على موارد المصريين وافرض عليهم ضرائب وافتش البيوت بحثا عن الاموال. فراحت قايمه ثوره القاهره الاولى، اربطها على طول بقبلها بقى ابو قير البحريه. ابو قير البحريه هربطها ازاي؟ نابليون لما الاصول بتاعه اتدمر عايز فلوس هاخدها من المصريين، فراح فرض علينا ضرائب، راح بدا يفتش البيوت بحثا عن الاموال. فالسببين دول كانوا من الاسباب اللي قامت ثوره القاهره الاولى. ده مش بس كده، ده قتل محمد قريب، عمال ياخد مننا ضرائب وفلوس ويفتش بيوتنا، وراح قاتل محمد قريب. بص راح هدم الاثار والمساجد والمباني عشان يحصن القاهره، انا عايز امن القاهره. فساعتها المصريين راحوا عاملين ثوره القاهره الاولى. طب مركز الثوره دي فين؟ الازهر الشريف. بنطلع من ازهر مظاهرات ويخطبوا ضد الفرنسيين، وكانوا عاملين مظاهرات جامده جدا وثوره كبيره جدا. نتائج الثوره دي ايه؟ ان الفرنسيين قال لك هنستخدم الشده والعنف في اخماد الثوره. نابليون بدا يقتل في الثوار ودخلوا الازهر بخيولهم، وده خلى المصريين يكرهوا نابليون والفرنسيين اكتر ولازم يطلعوا من مصر. نابليون بقى يسكت؟ لا، يجي له حمله ثانيه. نابليون بقى قاعد اللي هو بص الدنيا ما فيهاش غيري، الدنيا ما وراهاش غيري، عماله تجيب لي اخبار ورا بعض اسوء من اللي قبليها. خبر الاسوء اللي بعده حمله نابليون على الشام. الفرنسيين جالهم خبر ان الدوله العثمانيه اتحالفت مع انجلترا وروسيا
حلاوه، اتحالفت مع دولتين اقوياء. طب جايين يعملوا ايه؟ قال لك هيبعتوا حملتين عشان يطلعوا الفرنسيين من مصر، واحده عن طريق الشام والثانيه هتيجي من البحر بمساعده الاسطول البريطاني، واحده هتجيلي من هنا وواحده جايه لي من هنا. فنابليون قال لك ايه؟ انا هروح بسرعه للشام واسيطر عليها فامنع الحمله دي، وابقى كمان فتحت لنفسي طريق اعمل منه تجاره. نابليون يهديك يرضيك، احنا اصلا مش عارفين نسيطر على مصر، احنا قاعدين كلنا في الدلتا هنا، هنمشي كل ده ازاي؟ هنسيطر؟ انت مش عارف تسيطر على الوادي يا عم نابليون. قال لك لا، انا لازم اروح اعمل الحمله الفرنسيه على ايه؟ على الشام. طب هتعملها ليه؟ قال لك يا حبيبي انا لسه قايلها من شويه ان الدوله العثمانيه اتحالفت مع انجلترا وروسيا، قالوا هيبعتوا كام حمله؟ اثنين، واحده بر وواحده بحر. نابليون اتحرك للشام، دخل اول حاجه غزه وسيطر عليها، وطلع من غزه راح يافا. اهالي يافا قاوموه شويه، فراح عامل حاجه اسمها مذبحه يافا البشريه مش علينا. طلع من يافا على مين؟ على عكا. اهالي عكا استبسلوا في الدفاع عنها، احنا لو خسرنا هيقتلنا كلنا. فحصل استبسال من اهالي عكا بقياده واحد اسمه احمد باشا الجزار. كمان الاسطول الانجليزي كان بيساعد عكا هنا بالمون والسلاح، بيديها سلاح وبيديها مون تعرف تصمد بيها قدام نابليون. جنود نابليون اللي بيموتوا انتشر ما بينهم مرض الطاعون في الجيش بتاعه، فنابليون لو قعد شويه الجيش كله هيموت. فانا عندي عكا اسوارها اقوى، في استبسال للاهالي بقياده احمد باشا الجزار، في مرض في جنود نابليون. فساعتها الاسطول الانجليزي كمان بيساعد عكا، فنابليون قال لك الحمله دي فشلت وهرجع على مين؟ على مصر تاني. ليه حمله نابليون على الشام فشلت؟ بسبب فشله في دخول عكا، لان اسوارها قويه واحمد باشا الجزار بيدافع عنها، واللي الاسطول الانجليزي بيساعدهم وفي امراض. طب ثواني، هو رجع مصر. لما رجع مصر جاله خبر الاسطول العثماني اللي احنا قلنا، ما قلنا حمله بريه عن طريق الشام، هو ما حكاش عنها، بس حكى لك بقى على البحريه اللي جايه عن طريق الايه؟ الاسطول العثماني، الاسطول الانجليزي. نزلت في بوئير البريه هنا، الجيش العثماني نزل في بوئير البريه هنا، فنابليون راح هاجم عليهم وراح هازمهم وراح طردهم من مصر. نابليون يسكت؟ لا، نابليون لسه الخبر الاوحش جاي له. جاله اللي فرنسا بتخسر حروبها قدام تكتلات اوروبا عليها. فنابليون قال لك لا، لازم ارجع بسرعه فرنسا اشوف موضوع الجيش ده واشوف الحروب بتاعتنا. فنابليون كده راح متنكر وراكب سفن صغيره وراح هربان عندي، لان ممكن حد يقول يا مستر ازاي رجع فرنسا؟ مشي على الساحل هنا ومحاذاه الساحل لغايه اما راح عند المغرب واتحرك لاوروبا وراح رايح. طيب راح فرنسا عشان يلحقها، ساب مين مكانه بقى؟ ساب كليبر. وبيقول لك اللي هو ما قالش لكليبر ان هسيبك مكاني، ده كتب له جواب لانه خاف من المواجهات والمعارضات، فراح كاتب له جواب قال له ان انت هتبقى قائد الحمله مكاني. كليبر بقى كان راجل محترم كده بيفكر، قال لك الحمله دي فشلت خلاص، احنا البحر المتوسط مش عارفين نسيطر عليه، فالحمله دي ساعه جايه عشان تسيطر على البحر المتوسط، خلاص هي مش هتسيطر عليه. طب حتى بقاء الحمله في مصر مش هينفع. فكر بالعقل كده. بص، واحد، احنا عدد جنود الحمله بيقل، انا انتصرت في الشام، حاربت في الشام حتى لو ما قدرتش اسيطر عليها بس رجعت. انتصرت على الجيش العثماني بدل المره اثنين. انتصرت على المماليك في معركه شبرخيت وامبابه. في مقاومه اهل الصعيد تعبت شويه. في ثوره القاهره الاولى استخدمت شده والعنف، بس انا فيها جنود عندي بتموت في كل معركه ومش هيجي لي تاني، ما انجلترا واقفه، فعدد الجنود بتاعه بيقل. المصريين بيعملوا مقاومه هم والمماليك. الدوله العثمانيه بعت لي حمله جديده. الاسطول الانجليزي قاعدني في البحر المتوسط، فخلاص الحمله دي فاشله، فانا عايز امشي. فراح قاعد مع العثمانيين وراح عامل معاهم حاجه اسمها معاهده العريش. المعاهده دي بتقول ايه؟ الفرنسيين يمشوا من مصر هنفقد الدوله العثمانيه، تعالى يا دوله عثمانيه اعمل لي شويه سفن وانا اخد بعض بيها وامشي من مصر. طيب يا كليبر احنا موافقين، تعال نقول لانجلترا بقى جبر الله خاطرك، يلا روحي يا انجلترا على بيتك وسيبينا نعدي. فالدوله العثمانيه بيعرضوا عليها المعاهده، بيعرضوا على انجلترا المعاهده، انجلترا رفضت المعاهده دي وقالت لك الفرنسيين يخرجوا من مصر كاسر حرب. فرقت هنا بقى. انجلترا قالت لك لو الفرنسيين خرجوا من هنا هنفقد الدوله العثمانيه فيبان لي فرنسا انتصرت. لا، انا عايز اذل فرنسا، عايز جنود فرنسا كده يتسلسلوا ويتربطوا بسلاسل ويطلعوا مهزومين واروح ارميهم في فرنسا بعد ما اتفرج عليها اوروبا كلها. فطبعا كليبر ساعتها رفض اللي قالته انجلترا ده، وراح هاجم على العثمانيين وانتصر عليهم. تقول لي هو مالهم؟ اقول لك لا قدامهم بقى، هو كده مش هيقدر على انجلترا. فتاني، اتفاقيه العريش فشلت ليه؟ سؤال مهم، لان بريطانيا رفضت الاتفاقيه وقالت لهم يخرجوا من مصر كاسرى ايه؟ حرب. فالمصريين استغلوا ان الفرنسيين مشغولين وراحوا عاملين ثوره القاهره الثانيه، مركزها بقى ايه؟ حي بولاق. وكان القائد بتاعها عمر مكرم، الاولانيه كانت الازهر وكانت شيوخ الازهر، انما المره دي في حي بولاق وقائد عمر ايه؟ مكرم. كليبر قال لك انا زي نابليون بالظبط، استخدم الشده والعنف في اخماد الثوره، هدم حي بولاق وضربه بالمدافع واخمد الثوره، وراح مزود الضرايب على الفلاحين. وهو بيتمشى كده كليبر في حديقه البيت بتاعه، راح واحد اسمه سليمان الحلبي، ده شاب سوري بيدرس في الازهر،
راح ناطط من على السور وراح قتل كليبر. فراح مديه الحمله لمين؟ لمينو. عمك مينو ده لو قاعد بيحشش في مصر مش هيعمل اللي يعمله ده. الراجل كان دماغه في المهلبيه اصلا. مينو قال لك الحمله دي ناجحه وانا قاعد في مصر ومتسلطن ومفيش حد يعرف يطلعني من هنا. الحمله دي قدامها سنين عشان تطلع من هنا. ازاي يا عم مينو؟ يا حبيبي ده احنا العدد الجنود بينقص وانجلترا محاصرانا والعثمانيين بيقاوموا والمصريين والمماليك. قال لك لا ده حمله ناجحه جدا ومحدش دعوه بيا. ده انا هعمل اصلاحات في الزراعه والصناعه والتجاره والصحه والقضاء. ده انا كمان هعمل مشروع اسميه مشروع مينو العظيم واحول مصر لمستعمره فرنسيه حقيقيه. حتى انجلترا قالت لك بس انا مش ناقص هبل، راح بعت اسطول جديد لابو قير وانضم ليه الجيش العثماني وراحوا هازمين الجيش الفرنسي فالفرنسيين خرجوا من مصر. وبكده فشلت فرنسا في تاسيس امبراطوريتها وقضوا على مشروعها. طب نتائج الحمله بقى، ركز. الحمله دي على الرغم انها اهي قعدت سنتين ثلاثه ومشيت، بس الحمله دي ليها نتائج كبيره جدا. مش بس انها مجرد حمله عسكريه، ده كان في علماء وكمان ليها نتائج في السياسه. في كذا حاجه حصلت في الحمله. تعال نبدا بمجال السياسه. الحمله الفرنسيه اثبتت للعالم كله ضعف الدوله العثمانيه وانها مش عارفه تسيطر على املاكها، وده هيخلي الاوروبيين يطمعوا في مصر ويطمعوا في املاك الدوله العثمانيه. طب بص اللي جايه دي وجهت انظار الدول الاوروبيه كلها وبالذات بريطانيا لاهميه موقع مصر. اللي عايز يسيطر على طرق التجاره يروح يحتل مصر. يا بريطانيا لو عايزه تامني طرق مواصلاتك احتلي مصر عشان تعرفي تروحي الهند وترجعي بسهوله، وبالتالي بريطانيا بعديها هتحتلني 74 سنه. بص الحته اللي جايه دي كمان الحمله ساهمت في ايقاظ الوعي الوطني لدى المصريين. المصريين حسوا ان احنا اللي لازم ندافع عن وطننا، مش هستنى الدوله العثمانيه تبعت لي جيش. انا كنت بعمل ثوره القاهره الاولى والثانيه، احنا لازم نختار الحاكم بتاعنا. تغيير نظم الحكم والاداره. نابليون حاول يعلم المصريين نظام الحكم فاشركهم في سلطه بتتكون من الديوان الايه؟ العام وديوان القاهره وديوان الاقاليم، وكانت دايما بيتعين فيها الاعيان والعلماء يعرفهم ازاي اصلا يحكموا البلد. بيقول لي سلطه الدواوين دي كانت مقيده بالمصالح الفرنسيه، يعني هي تعمل اللي نابليون عايزه بس، الا انها نبهت المصريين اللي احنا ممكن نشارك في الحكم ويبقى لينا اثر في تنميه الوعي السياسي. نابليون عمل تغيير في نظام القضاء. فاكر ايام انجلترا لما قلنا لغوا قضاه المذاهب الاربعه وقال لك قاضي واحد تركي هيجي من الاستانه؟ عكسها بقى، قال لك المصريين هم اللي هيتولوا القضاء بطريقه الانتخاب. هجيب واحد من الاعيان يمسك مكان الاتراك، وكل محكمه لكل طائفه من الطوائف اللي موجوده في مصر ليها قاضي لوحدها. طب المجال الاقتصادي، الزراعه، قال لك الفرنسيين اهتموا بمشروعات الري ودخلوا لي محاصيل زي البن والقصب. اصلاحات اهي في الصناعه، عشان هو كان بيقول لك جايين ننقل المدنيه لمصر. قال لك مصانع النسيج، الدباغه، صناعه حروف الطباعه، الدباغه اللي هي الجلود. خلي بالك مصانع اهي هم نقلوا المدنيه. قال لك لا ركز بقى الحته اللي جايه دي، لم يسمح للمصريين بالعمل فيه. ليه؟ عشان ما تتسربش اسرار الصناعه ليهم، المصريين ما يتعلموهاش. فهو مش جاي ينقل لي المظاهر المدنيه زي ما قال في الاول. في مجال التجاره فتحوا اسواق جديده لمصر. ما انت مصر بالنسبه لك اهي تاني هنا اهي، انجلترا واقفه هنا فالتجاره واقفه. طب ما انا ممكن اتاجر مع بلاد البحر الاحمر واتاجر مع اثيوبيا او الحبشه ومع دارفور في السودان ودول شمال افريقيا. فراح فاتح لي اسواق جديده في دول عشان اعرف اتحرك التجاره بتاعتي. نتائج علميه ودي مهمه جدا وهتجي لك في الامتحان. قال لك العلماء اللي جابهم نابليون عملوا انجازات في كل المجالات، زي عملوا حاجه اسمها المجمع العلمي، عملوا كتاب اسمه كتاب وصف مصر. ده من اهم انجازات الحمله الفرنسيه، بيتكلم من مجلدات كتير كتبها علماء بتوصف مصر وصفا شامل في كل المجالات لغايه النهارده. بص اللي جاي دي كمان مهم. فك رموز حجر رشيد على يد شامبليون، لان حجر رشيد مكتوب عليه بالفرعوني. شامبليون قعد يفكر في الرموز دي معناها ايه، فقدر يفك الحضاره الفرعونيه. حاول يحفروا قناه السويس، قال لك عايزين نوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط اللي هو قناه السويس، بس المشروع وقف لخطا حسابي. قال لك البحر المتوسط منسوبه اعلى فممكن يغرق الدنيا لو فتحنا، وبعد كده عرفوا ان كل البحار نفس المنسوب بعد كده في المستقبل. كده انا خلصنا مع بعض المنهج، وان شاء الله اشوفكم